مثلا زي مثلا رضا سليم عاوز يهرب من الجحيم اللي هو فيه في الاهلي، فده لعيب جاي نفسه يقولها من الصبح. لا والله عشان انت عمال تتريق فهجيبها انا ما لك كده. اتريقش خالص يا عم. بيراميدز بيتكلم مع حمدي فتحي مثلا، ماشي بس فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ان انت في الاخر ما جبتش لعيبه. انت معاك فلوس تجيب حمدي فتحي؟ على فكره انا تمام. انت معاك فلوس تجيب حمدي فتحي؟ لا طبعا مستحيل مستحيل. فانا بس يعني رجائي لجماهير الزمالك هو ايه علاقه الجمهور دلوقتي؟ خليكم في حالكم. اوكي شكرا خليكم في حالكم. ماشي. ما تحاولوش توقعونا لان ياما حاولت. جاي سخن قوي جاي سخن قوي. نخش على الزمالك. خش على الزمالك. اصحاب الاهلي مسخنين. حسام الزمالك عمل حاجه جديده لاول مره. تمام ايوه بتحاول تهندل الموضوع. جاب جون ادوارد. اوكي هو جون ادوارد ده مصري؟ عشان انا عرفت ان انتوا مختلفين في الموضوع ده. انا صراحه يعني كابتن سحار عمل معانا واحده في اللقاء يعني ان شاء الله يبقى الجمهور يشوفه. قال جون ادوارد مش مصري. طب هو مصري؟ مصري يعني يا مصري. من ايه؟ مش انا الوحيد اللي كنت بطلع. ايوه عشان بس احقاقا للحق آه. عشان ما تشيلش المسؤوليه لكابتن سحار. الناس في القرعه زي ما انت كنا بنتكلم قبل الهوا ايوه اللي الناس في القرعه بتاع الدوري كان فعلا فاكره جون ادوارد مش مصري. ايوه خليني اقول لك ان جون ادوارد والده من اقدم اعضاء نادي الزمالك، حد في سوق التعاقدات، هو من اقدم الناس برضو ومشهور جدا في سوق التعاقدات، وكيل لاعبين قديم قوي في السوق. واحد من اكبر تعاملاته مع نادي الزمالك كان جوزوالدو فيريرا، فده كان يعني وجاب لعيبه كمان. كان جاب لعيبه بس ما كانش بيج ديل قوي. كان اليكس مندوم وده الوحيد اللي كان جابه للزمالك. بس البيج ديل قوي اللي كان جابه للزمالك جوزوالدو فيريرا. ده كان يعني احسن. ده انجح مدير فني في تاريخ الزمالك؟ من انجح. ماشي. من انجح يعني. ماشي اوكي. طيب في كلام منتشر كده، هل الراجل ده بعد شهرين من التوليد، بقاله شهرين تقريبا صح؟ من بعد من بعد نهايه الموسم الزمالك كانت الناس تقيم التجربه، واحنا اصلا لسه ما ابتديناش لسه ولا خلصنا موسم الانتقالات. يعني تخيل احنا لسه ما خلصناش موسم الانتقالات وابتدت الناس تجاوب. لسه اصلا ما ابتديناش الماتشات وابتدت الناس تجاوب برضه. فانت شايف المفروض الراجل ده نحكم امتى؟ يعني مع الزمالك مش هتقدر تحكم عليه غير بعد 5 ماتشات هتلاقي الجمهور بيتهاجمه. لو الزمالك لا قدر الله ما عملش نتائج حلوه في اول الدوري هتلاقي الجمهور بيهاجمه، وده طبيعه الزمالك اللي بيعيش فيه، بيبقى تعبان على طول من كتر الضغط. لكن الطبيعي اللي انا المفروض دلوقتي انا شغال في شركه وعملت لها بلان جديده، لا استنى عليه اديله الفرصه كامله، السنه كامله على الاقل، واشوف النتائج الثمار اللي انا بعمله ده. ده رايي. عندي حلم مهم، نفسي المدرب اللي الزمالك يبدا بيه السيزون. ينهي بالسيزون. هو خلاص هو دي اخر مره حصلت تحت اي بند. فيريرا غالبا. لا فيريرا ما عملهاش اصلا. كله لا فيريرا عملها. فيريرا في سيزون خلصه. لا والله جه في النص. خلصوا. نفسي المدرب اللي يبدا السيزون هو اللي ينهي السيزون. احلام العصاري. تو دو ليست على الزمالك والله بجد. انت طول عمرك بتغير صح؟ هل بتكسب؟ ما بتكسبش. ما انت يعني بتكسب كل قد ايه؟ بص خلينا بس مش هو ده اللي بيكسبك. نقول ان شاء الله بدايه جديده، موسم جديد. كل اللي بيحصل في النادي جديد. ايوه. طب انا دلوقتي سؤال. اتفضل. جون ادوارد ويانيك فيريرا، تمام، تجربه جديده زي ما كابتن مصطفى قال. تمام. توقعاتكم ايه؟ نبتدي بحضرتك عشان كنت بتكمل كلام. بص انا زي ما بقول لك اتمنى ان تجربه جون ادوارد تنجح باذن الله. يعني الراجل ماشي بخطوات، خليني في الاداريه خطوات كويسه، فنيه من ناحيه جوده اللعيبه دي اللي لسه عندنا كلام فيها، عشان احنا بس هنتطرق لحته. نتطرق ليه؟ يعني مثلا انت عايز تتطرق؟ احب اتطرق جدا من وانا صغير. تمام. فخلينا نتكلم نرصد اللعيبه اللي الزمالك جابها، حافظهم ولا افتح؟ ناخد وندي مع بعض. اول حاجه الزمالك. انت عايز تسرد اللعيبه يعني من الزمالك تتطرق برضه. من الزمالك بيعمل حاجه جديده، فخلينا معلش نتكلم براحتنا. نديها وقتها. الاهلي كان عامل انتقالاته كلها في كاس العالم، فعشان كده ماشي يلا. الزمالك جاب المهدي سليمان. ايوه حارس عظيم. حارس ما اثرش كتير قوي، الثلاثه شبه بعض من الاخر، ده رايي. جاب محمد. هو انا بس قبل ما افضلته، هو الراجل ده جاي يبقى تاني ولا اول ولا ثالث؟ اول. ما اعتقدش، وعلى ما اعتقد عواد يلعب عليه. مهدي سليمان هيجي يبقى الاول. طب خلينا بس انا شايف جاي كان في الاتحاد. كان في الاتحاد، كان اساسي الاتحاد. انا وجهه نظري اللي حاسس لحد من الاثنين اللي في الزمالك هيخرجوا يا عواد يا صبحي، وغالبا صبحي قبل بدايه الموسم. خلينا بس نمشي واحده واحده. جبت في خط الدفاع محمد اسماعيل. طب ماشي حسام، انا اسف انا والله حاجه عليك، مش قصدي والله افصلك، بس الافضل ان انا اجيب مهدي سليمان ولا اطلع فرده من تحت يبقى مستقبل الزمالك. انا بس بفكر له. مفيش يعني مفيش حارس مرمى عنده 17 18 سنه. مفيش والله.
يلعب يبقى سنتين كتبتها لك ببن مفيش والله. يعني الموضوع مقفول، الموضوع مقفول، القطاع كله واقع. والقطاع حراس المرمى في مصر كله وحش جدا. طيب خش يعني انت اول واحد عندك محمد الشناوي واكبر سنا، يجي بعد مين ممكن تقول لي؟ ابعد يعني اقرب واحد ليه بعيد عنه قوي كمستوى مفيش. محمد الشناوي اول واحد. ما هو للاسف احنا مصنفين اول واحد، معلش. انت بتتكلم عن محمد الشناوي. هو انت قلت محمد ولا محمد ايوه محمد الشناوي اول واحد دلوقتي حارس مصر الاول، ماشي. اقرب منافس ليه بعيد. انا مش بقول لك مش عايز حد يلعب اساسي، ما انا بقول لك دلوقتي هيخرج. لا في المستقبل في الزمالك مفيش في حد في القطاعات كلها. يعني المستقبل في حد من امتى يا صاحبي الاهلي والزمالك بيطلعوا ناس؟ ما انا بقول لك المستقبل في حد دلوقتي هيبقى مثلا مصطفى شوبير عموما في الكره المصريه اللي هو عنده كام سنه؟ ما اعرفش. مصطفى عنده 26 27 تقريبا، ولسه احتمال. ما دي مشكلتنا في الحراس اللي هي بتبتدي من بعد ال 30. كمل صفقاتك، خلص عندك كمل في صفقاتك. جبت محمد اسماعيل، واحد من احسن مدافعين الدوري المصري في اللعيبه اللي من غير اهلي وزمالك وبيراميدز في زد. حلو تمام. الجمهور مش هيفهمها. ماشي عشان تشتغل حل. ماشي خلينا بس نقولهم بسرعه. ماشي. ونقول اللعيبه دي كلاس ايه ولا كلاس بي ولا كلاس سي. محمد اسماعيل هيلعب اساسي ولا هي احتمال؟ بص انا بالنسبه لي محمد اسماعيل جاي هيبقى، انا من وجهه نظري صلاح مصدق هيخرج، ودي انا واثق منه هيخرج من الفريق. بس اللي انا فاهمه صلاح مصدق كان من الناس اللي احنا قلنا احنا اخيرا جبنا لعيب كويس. انا بقول لك دلوقتي محمد اسماعيل هيبقى موجود، حسام عبد المجيد، صلاح والونش ومحمد اسماعيل والزناري، دول الاربعه. معلش خلينا بنتكلم في انا شايف خط دفاع تقيل قوي. على فكره مش وحشه، على فكره الونش لو جاب فورمه، الونش وحسام عبد المجيد. معلش خلينا نقولهم واحده واحده كده، نتريق براحتنا عشان في تريقه كتير قوي. انا عايز اتريق يعني. ايوه ما انا عاوز. انت ليه مشكلتك معايا ان انا بتريق؟ لا انا هتريق على التريقه. هو مين معلش يعني المدافعين اللي في مصر كلهم قول لي احسن واحد فيهم. لا انا بالنسبه لي كنادي مدافعين كويسين ومبسوط بيهم. الله ينور عليك. يبقى اكتب بن. تمام. خلينا انت عندك بن يعني. اصل انت مدافعين الاهلي عايز تلعب في زد حد انت كمان. مدافعين الاهلي يعني بره اقفل يلا الكلام. الاهلي احسن مدافعين. مدافع بالنسبه لي تمام. طب خلاص يبقى ما تتعلقش بقى. ايوه انا مدافع كويس يا عم، انت مشكلتك ماشي. قلنا محمد اسماعيل. خلصنا محمد اسماعيل. ماشي خش على اللي بعده. جبت احمد ربيع في خط النص. انا هاخدهم لك مراكز. احمد ربيع من البنك الاهلي، واحد من احسن لعيبه غير اهلي وزمالك بيراميدز، لعيب رقم 6 في الدوري المصري. جبت احمد شريف من فاركو جناح. هو احمد ربيع منين؟ من البنك الاهلي. وينج رايت، وينج ليفت. ما كانش شلبي بقى المفروض. ما كانش شلبي هيخرج؟ شلبي مشي اصلا ده نزل التدريبات في البنك الاهلي. ماشي. وجبت شيكو مبانزا، ده لعيب انجولي. ماشي. برضه جناح شمال. حلو. وجبت ادم كايت. ماشي. ده بيلعب برضه جناح شمال وبيلعب 10. كويس. وجبت عمرو ناصر. منين؟ من فاركو. كويس. لعيب بص، واحد زي عمرو ناصر. خلينا بس عشان ما نتطرقش لكل اللعيبه كلاس ايه كلاس بي كلاس سي. انا دلوقتي بصنف واحد زي ناصر منسي كلاس بي. تمام. يجي عمرو ناصر لعيب واعد جاي منه، ده انا هحطه كلاس سي. خطه الزمالك اللي هو عاوز يجيب مثلا مهاجم، ده يبقى كلاس ايه بالنسبه لي. فانا مش جايب لعيبه باعلى كواليتي، بس انا جايب لعيبه عندها هامش تطور. شيكو بانزا جناح الشمال. ماشي. ده من اكتر الاماكن اللي الزمالك كان محتاجها، اللي هو دلوقتي جبت فيها 3 لعيبه يعتبر. كويس. ادم كايب بيلعب جناح شمال وبيلعب لعيب رقم 10. وجبت عمرو ناصر في الهجوم. وجبت عبد الحميد معالي جناح يمين، ده لعيب تحت السن. بالنسبه لعبد الحميد معالي ده من احسن اللعيبه اللي تحت السن في منتخب الاولمبي المغربي والناشئين. وطبعا منتخب المغرب من احسن المنتخبات العربيه، ابعد منتخب عربي ومن احسن المنتخبات في وانا مستغرب هو ازاي جه بصراحه. يعني المفروض اللعيبه دي في الغالب بتطلع اوروبا اصلا. بص لما انا هو فاكر ان هو راح اوروبا. لا بجد والله. في لطيف. بس هو يعني انا ما اعرفش. بص مثلا زي مثلا رضا سليم عاوز يهرب من الجحيم اللي هو فيه في الاهلي، فده لعيب جاي نفسه يقولها من الصبح. لا والله عشان انت عمال تتريق فهجيبها لك كده. انا ما اتريقتش خالص يا عم، انا بتكلم يا عم سيبني اقول الكلمه. طيب هل بتوع بقى ده جاي اوروبا جاي الزمالك يا عم جاي كده كل ده هيفشكل اخر السنه. هل كان في الامكان افضل مما كان ببادجتك بظروفك بغراماتك؟ طب خلينا نجيبها من ناحيه لعيبه الدوري المصري. انت شايف في لعيبه في الدوري المصري؟ لا ما انا عايز اقول لك على حاجه بس يا حسام. انت ولا لعيب من دول دوري. تمام. ولا لعيب من اللعيبه الدوليه كلها فين؟ في الاهلي. ما هو ده اللي انا قصدي عليه. يعني بدون القفز للامام البيراميدز سوف تقفز في مكانك. بيراميدز جاب حمدي فتحي. لا ما تمتش. لسه ما فيش. ما تمتش خالص بجد والله. لسه مفيش الكلام ده، ما حدش قال لك يعني خلينا نقول ان بيراميدز بيتكلم مع حد. يعني بص مستوى اللعيبه دي بلوره اختبار، لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل. بيراميدز بيتكلم مع حمدي فتحي مثلا. ماشي. بس فاللي انا عايز اقوله ايه؟
ان انت في الاخر ما جبتش لعيبه. انت معاك فلوس تجيب حمدي فتحي؟ على فكره انا تمام. انت معاك فلوس تجيب حمدي فتحي؟ لا طبعا مستحيل وده اللي انا قصدي عليه. انت جايب لعيبه زي ما انت قلت عندها مش تطور، لعيبه بروميسنج ممكن فعلا يجي منها حاجه قدام، فده بالنسبه لي مقبول. ده اللي انا عاوز اقول لك عليه بقى. انا نفسي حد يبقى طالع يتكلم يقول لي انا مش بلعب على بطوله السنه الجايه، انا بخطط لكذا سنه قدام. كلام محترم جدا. اقسم بالله العظيم الكلمه دي محترمه، واتمنى ان انتوا تكونوا مصدقينها. أيوة. لان خلينا اكمل الحته دي هتعجبك اكتر. ما تبنيش طموح للجمهور زياده عن اللزوم ويجي يحاسبك فتتفاجئ اللي هو بيحاسبك. اكيد حبيبي فاهم. ماشي خليها بس عشان يبقى بيشتغل بيها يعمل بال 40% يعني كويس. انا دلوقتي اما قاعد مستني كجمهور، انا شايف فيه انتدابات وفي بس انا ما عنديش يا عم، انا مش قادر اتابع اللعيب ده الهيستوري بتاعه ايه، بس انا شايف اللي انت عمال تجيب وتودي وتخرج وتجيب لعيبه وهيصه، بس انا برضو مش مديك البلان بتاعي اللي انا السنه الجايه مش هاخد بطوله، انا السنه اللي بعدها هاخد بطوله، انا السنه اللي بعدها انا هلعب دوري ابطال افريقيا. خليك صريح مع الجمهور عشان يسندك طول الوقت. شكرا جدا ان انت راجل صريح مع نفسك، شكرا جدا انت راجل صريح مع نفسك، لان انا شايف ان الزمالك ابتدى الموسم ده من بدري، من اخر الموسم اللي فات. حلو. جاب لجنه فنيه اللي هي كانت كابتن ميدو وكابتن حازم امام وكابتن عمرو الجنايني، استاذ عمرو الجنايني، دكتور عمرو الجنايني، قبطان عمرو الجنايني، وقال لهم عيشوا. الناس جابوا مدير رياضي، جابوا مدير فني، وقالوا السلام عليكم. خلاص ده حلو، ده لوحده كده، ده لوحده حلو. مش هيطلع قماش كمان 5 ماتشات في الدوري. جون ادوارد في منتهى الهدوء، الراجل قاعد بيجيب في لعيبه، يانيك فريرا شغال، محدش بيتكلم عن الزمالك خالص، الزمالك قاعد في هدوء تماما، محدش بيجيب سيرته خالص، ده حلو. خلاص كواليتي اللعيبه طبعا ما هماش نجوم عالميه اكيد 100%، ولكن ده برضه مفهوم بالنسبه للموقف اللي الزمالك فيه اكيد، وده برضه عادي مفيش مشكله فيه. انا مشكلتي ما حصلتش لحد دلوقتي، انا بس بقول نخلي بالنا منها، ان غالبا اللي بيحصل ايه، ان احنا مره واحده هنقول ايه ده اللعبه دي وحشه، ايه ده المدير الفني ده وحش، لا احنا مش هنستنى على المدير الفني ده حازم وعمرو الجنايني وميدو عملوا فينا مقلب، لا تعالى بقى يا حسين لبيب ده انت السبب ان انت جبت الناس دي كلها. كل ده احتمال يتقال، وسبب هو اللي انت قلته، ان انت ما بتطلعش تقول لي، يعني عادي جدا انت تطلع تقول لي انا السنه دي مش ناوي العب على حاجه، انا معيش فلوس فانا عايز العب بس حلو كده واشوف المدير الفني واطلع شويه من الناشئين ومش عارف ايه وامشي الدنيا لحد ما ادفع اللي عليا وابتدي اجيب لعيبه، قول لي كده فانا ما استناش منك حاجه. لا هو الزمالك من ناحيه الحمد لله من الغرامات دي خلصت الحمد لله يعني. لا هو لسه في غرامه بس مش دلوقتي لسه بس عامه انت معكش فلوس تشتري لعيبه بفلوس كتير. اللي انا عايز اقوله ان انا بس خايف على اداره الزمالك انها تيجي في نص الموسم تاخد قرارات عشوائيه بسبب ضغط جماهيري. أيوة. بسبب عدم مصارحه بين الطرفين. معاك جدا فانت يعني يا اما قول لي من دلوقتي ما تستناش حاجه بالظبط، يا اما قول لي بقول لك انا جايب ناس بس انا مش قايل لك يعني ده سر بيني وبينك، جون ادوارد واللعيبه اللي انا جايبها دي ويانيك فريرا ده انا هاخد بيهم الدوري السنه. قول لي حاجه من الاثنين. ده المفروض يبقى الاداره او المدير الرياضي يبقى صريح مع الجمهور ويقول انا في 1 2 3 ده اللي انا باني عليه الفرقه ان شاء الله. خليني بس نرجع بقى عايزين نسمع راي الراجل ده في الحته دي. مش عارف بعد اذنك. لا ماشي اتفضل يا كابتن. بعد اذنك. لازم نقول حاجه مهمه. اتفضل. الزمالك السنه دي لازم يلعب ان هو يخش بطوله افريقيا السنه الجايه. لا دي اخر فرصه لحاجه كاس العالم للانديه. لا لسه صحرا الاثنين يعني الحمد لله فوتنا فرصتين. ايوه صح في فرصتين لسه بتاعت السنه دي مش هنلعبها. انت لازم السنه الجايه تحط رجلك في بطوله افريقيا. انا مش بقول لك تاخد بطوله افريقيا، احنا لازم يعني مش بقول لك ناخدها، انا عايز احط رجلي جوه البطوله. ايوه بس انت شايف ان ده هيحصل السنه دي؟ هو ده التارجت بقى، يعني دلوقتي احنا هاخد من كلامك وكلامك. أيوة. انا مش هاخد البطوله بس انا لازم باي شكل من الاشكال انافس ان انا ابقى التاني على الاقل. بص هل انت شايف ان انت ممكن في السيزون ده تطلع تاني مع الاهلي زي بيراميدز؟ الله اعلم. لا اقدر العب عليها، يعني اقدر العب على دي. لا اصل لازم، فاهم قصدي؟ ما ينفعش اخش الموسم. بص خلينا نقول هو على فكره هو لازم طبعا، بس هل انت تقدر؟ ما انت ما تعرفش يا جماعه، معلش انتوا ما تعرفوش وهم ما يعرفوش، هم لازم يقولوا لكم. خليني اسالك سؤال سهل جدا، هل الكوره فيها اي ثوابت؟ اكيد لا. هل انت ضامن الاهلي ياخد دوري، بيراميدز ياخد دوري؟ انا مش ضامن ولا ضامن الزمالك اصلا ياخد اي حاجه، الله اعلم. يعني انا ما كنتش ضامن اي حاجه، محدش ضامن. ممكن الزمالك ممكن يعملوا زي ما حصل 2015 2016 وارد، بس يعني فاهم برضو انت كنت جايب لعيبه من يا صاحبي. انا ما بقولش انا مش ببني طموح، انا مش بقول مش وارد، فانا خليني انا بس بقول لك مش في النص جماهير هتضغط على الاداره بسبب ما فيش مصارحه. دلوقتي انا عايز اعرف احنا ناويين على ايه كاداره. قولوا لي. خلينا بس انا مش هقدر احاسب دلوقتي غير مثلا ما اشوف موسم الانتقالات هيقفل عليا.
هل انا جبت كل احتياجاتي؟ هو هيقفل على حاجه؟ انت مستني حاجه ثانيه؟ مستني. انا خالد الغندور بيطلع لي كل يوم بيكلمني الصبح بيقول لي ممدوح عباس قال لي في صفقتين جايين. هل ده وارد يحصل؟ بكلم بجد والله. بيقول له فين يا كابتن ممدوح طب صفقتين؟ ممكن اكمل بس قول يا اللي راجل. الزمالك احتياجاته ولا وارد يحصل ايه اللي احنا نجيب قول لي ممدوح الاتنين. عباس. بص احتياجاتك دلوقتي اللي انت محتاج باك يمين وجناح يمين ومهاجم. باك يمين مع عمر جابر، باك يمين مع عمر جابر عشان معهوش حد كده، انت عمر جابر ده هو لوحده. واحمد حسام صليبي احمد حسام اصلا خرجته الاتحاد اعاره خرج كده. تمام، ومحتاج جناح يمين انت ما جبتش فيه حد. ده كل الناس اللي جت دي مفيش حد بيلعب جناح يمين، عبد الحميد معالي اللي هو اصلا تحت السن. تحت السن تمام، مهاجم مع ناصر منسي. مع ناصر منسي وعمرو ناصر. اوكي، يبقى مهاجم كلاس ايه اللي انا بقول لك عليه، اجنبي. اجنبي كده كده. انت احمد الجفالي خرج، هتبقى انت هتطلع صلاح مصدق، هو ده اللي انت هتبقى واقف عليه، او الجزيري ده اللي انت هتلعب عليهم الاثنين. وانا كنت الجزيري هيقعد؟ لسه موجود. هيقعد؟ دي كارثه من كوارث الاداره. الجزيري كارثه من كوارث الاداره، عمل كارثه، عمل لك ازمه في الفلوس، فرحت مراضيه ومزود له عقد ومزود له مده. عملت كارثه مش عارف تخرجه دلوقتي. هو الصفقات تخلص الموسم ده، الصفقات الموسم شغاله لحد الدوري بعد الدوري بجولتين مثلا كده، اللي هو 30/8 يعني مثلا. طيب مصطفى اتفضل. احمد فتوح دلوقتي فين؟ النهارده يوم بس انا هتكلم فنيا فقط. ليه؟ لا يعني بص، كلنا بنغلط وبنغلط تاني وبنغلط تالت. لا بتكلم بجد. لا طيب هو انا ليه برضه ابقى واضح. ايوه انا شخصيا بعمل اخطاء كلنا بنغلط صح. انا مش هعمل كده تاني وبعملها هي تاني، فربنا يعني يحفظنا كلنا في الحته دي ويستر عليها. دي نقطه مهمه مش هنتطرق ليها. انا حاسس ان انت دبلوماسي. لا ده حقيقي، لان احنا كلنا بنغلط ودي حقيقه. اطلع اقول انظر، انا مش هنظر احد. انا قلت لك نظر يا مصطفى. لا ما انت بتحاول تبين ان انا بسخنك انك تنظر. ما تنظر، انا اصلا مش بقول لك نظر، بس هو لو لعيب عمل حاجه انت طالع هنا عشان تعمل ايه؟ عشان تقول كلام. انا هتكلم فني بس. لو لعيب عمل حاجه غريبه انا شخصيا هتكلم عن احمد فتوح اقول له انت اتقي ربنا في اكل عيشك. بس هتغلط عادي، كلنا بنغلط. تغلط تاني ماشي ربنا يعينك، بس فعلا حاول تمسك نفسك شويه، لان احنا شفنا الامثله دي كتير يا جماعه كلنا في اهلي وزمالك وفي غيره. الناس دي ما بتكملش، ولازم من دلوقتي اقرا الموضوع بدري، يا اما تمسك نفسك من بدري يا اما من بدري اقول انه مع السلامه. وانا هنا بتكلم فني اهو. انا بالنسبه لي انا كواحد مشجع للزمالك انا قفلت من فتوح. تمام، سيبك من الحوارات اللي بره الملعب، انا اصلا جوه الملعب انا مقفول من فتوح. تخيل كل واحد، احنا فاكرين ماتش فتوح يقول لك ماتش مصر والمغرب كان من 4 سنين. ايه التهريج؟ ما كانش في الزمالك اصلا، كان مصر والمغرب. ايه التهريج ده؟ خلاص لعيب انا مش عارف افتكر له لقطه. مش انت فاكر له حاجه كويسه؟ لا انت يعني لقطاته مع الزمالك قليله جدا. لا انا لعيب مش هعتمد عليه خالص. انا بالنسبه لي ده دكه، العب باي حد تاني موجود. بص ما تزعلش مني، حتى لو بيبقى بره الفرقه ما عنديش مشكله، وده اللي في الغالب هيحصل. لا هو ده اللي احنا عايزينه يعني. ده لو اللعيب هيأثر على منظومه احنا بنبنيها جديده، لا مع الف سلامه. بالظبط. انا عاجبني ان انتوا عندكم طموح، بكلم بجد والله. يعني عاجبني ان انتوا حاسين ان في حاجه جديده بتحصل وعندكم طموح ان الحاجه دي تجيب نتيجه. يا باشا فتوح من كباتن. انا مش بتكلم على فتوح دلوقتي، انا بتكلم على بتتكلم في شكل الفريق. يعني هو الراجل حسام بيقول لك احنا بنبني حاجه جديده، فلو انت هتبوظها يمشي. فانا مبسوط ان انتوا شايفين في حاجه جديده ومسبورتين الحاجه الجديده دي. اتمنى ان يبقى في فرق المره دي لا ليكم، وانا كاهلاوي اتمنى ان ما يبقاش في فرق يعني. المنافسه حلوه برضه، خلينا نقول كده. طيب نخش على بيراميدز عشان نختم هذه الفقره. تمام. طبعا بيراميدز مخلص بطل افريقيا، خسر من الزمالك في الكاس في مباراه دراماتيكيه. تمام. سكواد تقيل. عارف مين المدير الفني بتاع الزمالك في الماتش ده؟ خلاص بقى كابتن ايمن الرباطي. طيب في معارين رجعوا، كابتن بوبو وكابتن زلاكا. تمام. ومحمود صابر. حلو. وعملوا صفقه مدويه هو مستر ايفرتون. دي بص هي دي اصلا دي كلاس ايه؟ ما ده انا قصدي عليه. انت طبعا انت بعيد كزمالك مثلا عن هذا المستوى من الصفقات. تمام. في كلام على حمدي فتحي، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل. مايلي مكمل 90% مكمل، وخرجوا لقاي راح سيراميكا. هو كده كان مع سيراميكا السنه اللي فاتت، يعني مش التوب كلاس، مش الليفل اللي بيلعب فيه دلوقتي بيراميدز. طيب حسام، هل بيراميدز منافس قوي السنه الجايه؟ بص سؤال حلو. بيراميدز منافس قوي على الدوري معاك، ومش هكمل سؤالي. انت لو سالت اي حد في بيراميدز، انا ما اعرفش اي حد بس انا ماشي تخيل يعني. انا اعرف ناس كتير قلت له السنه الجايه لو انت عندك اوبشن تاخد الدوري وتاخد بطوله افريقيا او بطوله افريقيا، هتختار ايه؟ بالنسبه لي انا لو تسالني كمشجع بتاع بيراميدز هيختار ايه؟ دوري ابطال افريقيا. لا طبعا هختار الدوري طبعا.
لان هو حقق التارجت بتاع البطوله، هو حط رجله في كاس بس العالم. اللي انت تحقق كل سنه دوري اكيد ابطال قويه جدا، بس هو ما خدش بس من غير دوري. نفسه. الدوري برضو دمها تقيل. تمام. ماشي، انت رايك ايه في بيراميدز؟ بيراميدز التدعيمات، لا انا كنت شايف ان بيراميدز محتاج تدعيمات اكتر من كده، لان بيراميدز نص اللعيبه او اكتر من نص اللعيبه معديه سن ال 30. السن كبير فبيراميدز كان محتاج حارس مرمى، ده مهم جدا. ليه يا ابني؟ عندهم احمد الشناوي وشريف اكرامي. عايز ايه اكتر من كده؟ ما هو بص، الشناوي خاتم كويس فهو اللي هيلعب، انا بفكر معاه. هو خاتم كويس، وشريف اكرامي خادم كويس. وشريف اكرامي انا ما اعرفش هو بيعمل ايه في ما اعرفش بس والله. واضح ان هو موجود تصريحاته حلو هو بيكتب حلو، دبلوماسي بحت جدا. بس يعني بس هم محتاجين حارس، خلينا متفقين. وفي الغالب صبحي احتمال. دي اول حاجه ممكن تخرج من صح الزمالك، كده؟ اللي هو يروح صبحي للبيراميدز، دي 90%. طيب باك رايت باك رايت عندهم الشيبي، خلاص دي حلوه. الدفاع عندهم مش هم احسن عندهم حاجه طعم حلال الصراحه. بالظبط. علي جبر على واحمد سامي، اسامه جلال بيتصور بس دقة الساعة. مفيش بس. الطعم غريب بتاع ورا. باك شمال محمد حمدي تمام مقبوله. له ما له عليه ما عليه. خط النص هو برضه. عليا ما عليا. فالملخص عياله في والله مين؟ محمد حمدي اساسي والله. منتخب ناشئين اهلي. اساسي بيراميدز ده أمه دعاله في الريتم. ونفسي اشوف بيعمل ايه. بالظبط يعني. بس ما علينا. انا كنت اللي شايفه ان بيراميدز كان محتاج تدعيمات اكتر من كده. هو ما عملش اي حاجه، هو خرج لعيب دخل قصاده لعيب. بس هو جاب مهاجم قوي مع مين؟ مين؟ ايفرتون. ايفرتون جناح. ما هو خرج ابراهيم عادل. خروج ابراهيم عادل دخل قدامه. ابراهيم عادل خروجه ده مش قليل، خلي بالك. بص اكيد ايفرتون صفقه كويسه، بس ابراهيم عادل انا بس بخصوص ابراهيم عادل انا متضايق جدا اللي هو خرج على الجزيره الاماراتي. هو والله مش بايده ولا لا مش قصدي على حته الكوبري ولا الكلام ده خالص. يعني انت كنت مش قصه الكوبري خالص، انا مش بتكلم في كده والله. انا بتكلم في اللي انت كنت لعيب. احنا كنا بنتكلم السنه اللي فاتت اللي انت جاي لك اختافي، ليه انزل؟ هو يعمل ايه طيب؟ هو ماضي 6 سنين. ايوه ماشي. هو يعمل ايه؟ هو كان عايز يمشي لما جاله ختافي ختافي وما مشيش، يعني هيعمل ايه؟ النادي ما رضيش. لا ايوه النادي ما رضيش بسبب المقابل المادي. هيعمل ايه طيب؟ هي الفرقه دي هو جايب لعيب من مصر فاكيد مش هيدفع، وبيراميدز واضح ان هو كان عايز يقفش. فهو يعمل ايه؟ هو عايز يمشي، هو كان عايز هو بيراميدز هو ياما قال لك انا نفسي اروح الدوري الاسباني، ما عملش تجديد خالص. بيراميدز هو خرج لعيب بس جدد لمدير الفني. ماشي تمام. دي نقطه مهمه. هو على فكره الاستقرار. مش بهزر. انا مش شايف ان بيراميدز السنه الجايه دي هيبقى سهل وبسيط. بيراميدز هيبقى تقيل. لا بيراميدز بينافس بقوه. الاستقرار ده من عوامل النجاح. البطوله بتجيب ثقه، والبطوله بتجيب بطوله زي ما انا بقول لك استقرار ومكسب بطوله هي دي من عوامل النجاح. بس هم كانوا محتاجين تدعيمات اكتر من كده. انا من وجهه نظري كانوا محتاجين تدعيمات. لسه برضه لسه موسم الانتقالات يعني ما زي ما بنتكلم على حته صبحي ممكن يروح معاهم، دي ممكن فتحي في كلام ممكن. انت صاحبي انت ثالث مره تقول حمدي فتحي. انت ثالث مره تقول حمدي فتحي. هو في مشكله؟ الصفقه دي انا مش قادر مش قادر اتخيلها. في حاجه كده بقراها بتفضل بحس ان في حاجه غريبه. لعيب الاهلي خارج من الاهلي وهو فعلا لعيب قلب واهلي ومش عارف الكلام ده، والاهلي جابوا كاس العالم للانديه ومره واحده سمعت بيراميدز. انا الصفقه انت فيها يا جماعه مين بيودي فين؟ ليش؟ طب انت ممكن تتكلم عنها لو انت عايز. لا بالعكس هي صفقه قويه. محمد فتحي اساسي منتخب مصر، لعيب توب بصراحه، ما كانش كويس في كاس العالم للانديه بس هو لعيب مفيد جدا. خلينا برضو يعني قلنا قلنا على ديانج على فكره، بس ده السنه الجايه مش السنه دي. مش السنه دي. هو دي اخر سنه مع الاهلي، الله اعلم هيخرج من الاهلي ولا لا، ولا الاهلي هيلعب ولا مش هيلعب. يعني حسب وجهه نظر اللعيب هل هيكمل مع الاهلي. بس في كلام اللي هو ممكن دي اخر سنه مع الاهلي، فممكن السنه الجايه ممكن يكون في بيراميدز. طيب عايزين نختم الفقره دي. نختم بس والله ده انا مبسوط معاك. عشان بس طب انا ممكن اقول لك بس ارائي في شويه فرق من الدوري المصري عملوا انتقالات. اوكي. يعني انا شايف سيراميكا عمل شويه انتقالات حلوه جدا. مودرن سبورت عمل انتقالات حلوه جدا. انا شايف احسن مودرن كان من اللي هيهبطوا السنه اللي فاتت. ما هو ده بقى حظه. واضح ان هو يعني اتقرص فبيظبط. بالظبط. البنك الاهلي فلوس استثمر في الفرقه اللي فيه وطلع لعيبه ودخل لعيبه احسن من اللي عنده. يعني انا شايف السنه الجايه البنك الاهلي هيبقى منافس ثالث او رابع. يعني انا شايف البنك الاهلي مش هيخرج ثالث او رابع. يعني انت عندك السنه دي 21 فريق صح؟ انت عارف ان احنا لن نفقد متعه الدوري المصري خالص السنه دي. هيقعد معانا كتير قوي، لان انت هتلعب 4 ايام، هتريح يوم، تخش 4 ايام. احنا هنعمل ماتشات كل 4 ايام بشكل متواصل. متعه والله العظيم بجد. يعني انت تقعد تلعب مثلا خميس جمعه سبت حد، تسيب الاثنين 3 4 خميس جمعه وهكذا. ده زي اجازات. فانت هتفضل شغال. ما ترجعش يا جدعان. والله عايز اقول لك انت لو اشتغلت معلق السنه دي هتاخد انا عايز اختم الفقره دي. ليه عايز تختمها؟ ما احنا قاعدين ودي ما تخلصش يا جدعان. هبدا برخبوط عشان انت مقفور بحبه الكريز. رخبوط. اتفضل. هل انا دلوقتي عندي لعيب مش محتاج؟ انت بتديني سؤال خطير. يعني انا فريق اسمي اكس. عندي لعيب اسمه احمد عبد القادر مثلا. مش محتاج اكس عنده عبد القادر. واللعيب ده
رقم 3 في مركزه، ايوه واللعيب ده بالنسبه لي مش محتاجه انا تاني. هل انا ابقى اخطات كنادي ان انا اقول له شوف حالك ان شاء الله تروح الزمالك؟ لا طبعا، تروح هل والله. عندك كجمهور هل ساعتها تيجي تقول للاداره ازاي سبت عبد الهادي يروح الزمالك؟ بالعكس، انت لو سالت اي حد اهلاوي هيقول لك انا نفسي عبد الهادي يروح في اي حته وما عنديش اي مشكله يروح الزمالك، اصله لايق عليهم. مع السلامه. يعني انت ما عندكش مشكله لو انت لعيب مش عايزه يروح اي حد حتى يروح للمنافسين ولا فارق. عبد القادر انت اصل بص، الاهلي عنده سياسه واضحه طول الوقت، طول الوقت هو لو جاب لعيب حتى لو اللعيب ده عليه غلط او اللعيب ده طالع من عنده بيحاول معاه ويديله فرصه والثانيه والثالثه، في بعد مرحله معينه كده بيبقى خلاص قفلت. يا سلام. طيب وانت حاولت مع ناس كتير خلاص. وعلى فكره هم بيرجعوا في الاخر وبيقولوا كابتن صالح جمعه دلوقتي ابتدى يقول لك انا هتعامل معاه كل حاجه. خلاص انت صالح جمعه اديته فرصه والثانيه والثالثه. لا بس مفيش مقارنه بين صالح جمعه واحمد عبد القادر. انا بتكلم على الفكره. خلاص احمد عبد القادر هو عايز، على فكره احمد عبد القادر انا شفته كذا مره، هو يعني الشله بتاعته هو تفكيره انا مش بحس ان هو مركز في الكوره قوي، والله اعلم مش عايز افتكر بس انا مش بحس كده. انا كبني ادم يعني. اتفضل. فريق واي عنده لعيب اسمه حسام عبد المجيد مش عايز يجدد. تمام. لو قال لك انا بتفاوض مع الاهلي او ان انا بيستهبل، خلينا نقول عشان زي الفل، سؤال حلو قوي. هل انا دلوقتي انا كده بقى كجمهور وكابتن اداره، هل انا دلوقتي عندي استعداد ان انا اقعد اتحايل على لعيب عشان يجدد ولا مع الف سلامه اتكل على الله؟ بص عشان نختم تو اوبشن في الحوار. ماشي يا كابتن هتجدد اهلا وسهلا، مش هتجدد وما جاليش عرض ليك اركن دكه. حلو تمام، هجمدك يا عم، هنسيك الكوره حتى لو انت عارف ان هو في نهايه السيزون هيروح مع الف سلامه. انت مش عايز تجدد صح، انا بتكلم احنا الكلام. بص قدام حلين، يا تجدد يا تجيب عرض وتمشي. حلو. وهرجع معاك بعد الاولمبياد. كان في كابتن، في واحد صاحبي كان قاعد معايا، قلت له بعد الاولمبياد لو جه علينا شهر واحد وما بعت زيزو بره. حلو. انت ده غلط من الاداره، ما تعملش حساب لحد، شوف مصلحتك فين واعملها. مصلحتك اللي اللعيب ده يا اهلا وسهلا جالك عرض بقيمه اكس او واي، الف سلامه، لان انت كده كده مش معايا فانا استفاد بيك. بس شكرا يا كابتن حسام حبيبي. وانتهت هذه الحلقه متعه قعده كوره متعت، ونتمنى ان تكون حلقه تعجبكم ان شاء الله. زخم. السلام عليكم. سلام يا شباب.